اي عمل بيضيف جديد، بيدي الواحد خبره جديده، بيضيف في مشواره، بالتاكيد هعمله. الحاجه الثانيه ان انا من بدايتي خالص، من اول ما اشتغلت، ودي كانت نصيحه بعد ما عملت يمكن 3 4 اعمال. اشتغلت مع العملاق الاستاذ محمود المليجي. قدمت يمكن 4 أو 5 اعمال معاه. ففي عمل منهم، في اول عمل منهم قال لي: بص يا خالد، انا متوسم فيك خير شديد، فانا بتمنى يا ابني انك انت تختار بعنايه شديده وسيبك من الانتشار. لا، اعمل شغلك، وقدم كل عمل تحترم فيه جمهورك، حتى لو اضطريت انك انت تقعد في بيتك ويبقى ما معكش ولا مليم. وحدث. أنا نتيجة هذه الاعتذارات الكثيرة جدا، ولأني ماشي بأسلوب اقتصادي مالي، يعني أنا شايفه إنه غلط من الناحية العملية، ولكن أنا مبسوط بكده. أنا اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. فأنا لم أؤمن نفسي أو أولادي حتى اليوم. عايشين كويس قوي. زي ما قلت لحضرتك، بيبقى معايا مليون جنيه، بناكل كل حاجة وبكل شيء أنا وأولادي ومن حولي. ما فيش، أنا بقعد في بيتي وأنا مرتاح. ولكن الهاجس الأكبر اللي الواحد بيدور في ذهنه كثيرا، إنه ليه عمل كده؟ ليه؟ أنا ما عنديش أي مشروع تجاري خالص. أنا مصدر رزقي الوحيد التمثيل.